أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله قبل طلب رب صدادا يا أمة الإسلام يا أمة الإيمان نت إسلامة عليكم مهاجرا شباب إسلاما شمر إسلاما نت يودنون من إسلاما إلنا ما يودنون خمخ جبروا فيه خمليكا جبروا فيه خدجا جبروا شفتم من نماتو ديسا جدين فتيتي الرد لبوسا خناجت لما نودي خوا جبروا خمخ جبره خنما جبره خمليكا جبره خبد جبره خربي قلت جبره أكلت إلنا ما هن أدام بها يا أمة الإسلام نتي ربي دجي سمي أولي غمرانو أكم سيفني جبر رجته ومن الناس نمران جرا من يعبد الله على حرف مبقادان أيال لالتان ربي قلت جبر اسمي جرا فإن أصابته خير يوكلت إستي اتبنس نغاي سبره اطمئن به ما لقاس رب اتبنس زك ديني بكيس رجع وإن أصابته فتنة رقون چنكين هدان بولتي أبار أكمل يتوك انقلب إغاغرغلا دوبا نبي إغاغرغلا خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين خسارة الرباط أمة الإسلام زبر بودا خيست نمي ساقبت كالقابض على الجمرة أكن من أمر إبدا قبطيت يجو يو دين كمان قبطيت عالي إبدا جهنم هذا غيسا جرا سبوبا من دربت دين ربيت من دربت قرآن ربيت من دربت مسجد ربيت دوبا كم تانا أمة الإسلام لبربنا ندوس نمودين ديو دونس ربي على ما درت جنة ربي اتسال يجو خنافو أمة الإسلام يا إسلام يخل شباب أرر رائدين إسلامته هاجرات شمر إسلام مته هاجرات ولا من بدون إسلام النسيت هاجرات أمة الإسلام أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين لم مسجد ربي جراكس بالعبادة قال إساء إبادة اتبرونا نتهم من المسلمات الدنيا تنرد مسجد ربي ونجر أمة الإسلام مسجد ربي عبادة ونجر من صلاة الشائلان برسلانتهم من المسلمان أبقى أمد ما صلاة سبي صلاة من صلاة نبي أكبر الصلاة من مريكا ربي در خرارت السلام عليكم ونجد بر أمة الإسلام سلاح تفة بر أمة الإسلام من مسجد ربي خناليس مسجد ربي دينورنا قرآن ربي دينورنا قرآن ربي أجل سغرب بورم أجل سغران حقتما أجل لترما مسجد ربي تيسي مديقل خل والدبل خنافون ربي عالما لم مسجد ربي جراكس من آمن بالله واليوم الآخر لما ربي فيه وياك يا ما أدوم سن مسجد ربي جارة مسجد ربي جراكسة نما صلاة شنن صلاة زكاة خلت ولم يخش إلا الله ربي عالما لم يسلم نما ربي في دياك يا مت أمل مسجد ربي جراكسة ربي ملاياتك كنسدان فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وردك إلى راتهم بدارهم أيها المسلمون المساجد بيوت الله في الأرض مسجد ربي من ربي خرب من دجي فيست ولد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
أمة الإسلام مسجد ربي بيوت الله من ربي في الأرض دبتي ربي خيسد أعدها الله لعبادتي ربي لقبيس عبادة ساعة التقول رفقبيس وحياها لمناجاتي أبقى ربي المقاباليس ربي لقبيس وجعلها مطايا رحمتي ومحبة ملائكتي بقى رحمة ربي يرتبوا بقى ملائكة ربي يرتبوا تريفة أمة الإسلام بقى جعل الليل دبرة ربي اتي الأركم يجب علينا أن نحترمها بالكم أمة الإسلام خلينا خلالات مسجد ربي جنابا بكتون مسجد ربي خرجون بالكم أمة المسلمات ونعرف حقوقها حق سيدا ما في مسجد ربي بسم الله خيشت مكان قوتا سيدا بوخم بالكم أمة المسلمات ونؤدي واجباتها بالكم واجب سيدا جيشون ونبادر إلى عمارتها مسجد ربي جارون بالكمل الرتجر ببنائها وإصلاحها إسجارنا في إسكيتنا بالكمل أمة المسلمات خليها على خطك جدات أما الله إسرفون وملازمتها جزاهم بمسجد الله إساركمون فقد خص الله الإيمان بمن يأمر مساجده ربي المقدس نما مسجد ربي جراتس إسجارونان إسجرادا بچونان إيمان ربي إسحبت ربي قال الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر نبي مسجد جراتس مسجد جرادا بچ نما ربي في بالله قيامت أمر جابر وحسبنا في فضل المساجد نفضل تعالي مسجد هنا أمة الإسلام وعظم حرمتها خرج ساجدسون يسجدسون بالكم أمة الإسلامات أن الله أضافها إلى ذاته ربي عالما في التركز مسجدا ربي عالما في التركز وخصها لعبادته عبادة أكثر قبط سيدة أمة الإسلام وقصرها على الإخلاص في طاعته فقال وأن المساجد لله مسجد خيج ربي العالمين فلا تدعوا مع الله أحدا ربي وجل وابدراه دبر نادا كما أنه حكم على من سعى في تخريب المساجد في الدين مرتد ربي مسجد ربي دينه مسجد أرسل الأفضل يمنع الناس أمة الرادور كلان أكا اتصالاتك خراب ولا نمر من إقامة شعائر الشعائر فيها شريعة إسلام خيسم الرسول على نمر أو بحبلها إسديه خبر بعضها ونقض ببنائها فإنه ارتكب أقبح أنواع الظلم نوع الظلم يموت ولكبتلم ضدهم واستوجب الخزي ربي صدق كيس الملك اتظلمه والذلة في دار الدنيا والمقت الشديد والعذاب الأليم في الآخرة ربي تبلغوا ربي صدق كيس إذا تحمى إذا ربي اتمفتر سجر درانه فقال ومن أظلم ممن منع مساجد الله ظالم يا هنجر نما مسجد ربي دينه وخزالنا نما مسجد ربي يا صلاة نما وركوه الظالم نفنه ربي عالماتي تكنا جابر سنة الظالم نفنه بر أيذكر في حسمه مقان ساخر ستي دبتنه مقان ساخر ستي قرآن كرامه وسعى حفظهم في خرابها إسعون سولاد أولئك هم من ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين تبرت ربي سيتأمل خفيسا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم عذاب جبل على السعدرات دنيا تنبت مهما إننا ما حنفر أمر هادرته ويا تقيم من الأيام قبل سير الرلا بدها تنسيد خفضوا أكفئته بياتكم الله تيهم كفئ سري بررتو بيتسينا فما جالته في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم عذاب جبال ليس ربي تقيس في الجرى
دين آخرات في دنيا الرتيز. فإذا كان السعي في تخريب المساجد لم مسجد ربي أنس خبيبهم نوع فاسق أجر ربي دبتيجر، فالسعي في بنائها وإمارتها لا بد أن يبلغ أعلى درجات الإيمان. لما مسجد ربي جار مسجد ربي عبادات تقول ربي الدرجة ساعة في جرا، نما مسجد جار مسجد عبادات تقول خيسة ربي الدرجة ساعة في الدنيا والآخرة أو في الوجه. رواه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا نما مسجد ربي جار بنى الله له بيتا في الجنة. ربنا علما أكتب جنة خيسة من جارة في أمة الإسلام. والله من فوقنا مجارة الجنة من بنى مسجدا لله والله من رب الجنة خيسة من جارة في جارة سورة علما. وفي رواية الترمذي من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا. هذه التعطيل هذه من مسجد ربي جار بنى الله له بيتا في الجنة رب الجنة خيسة من جارة. وفي رواية الترمذي عند من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. ربي فكي أنت مسجد حرام جنة خيسة من جارات يا رسول علما. أمة الإسلام قوله مثله أمرين أحدهما أن يكون معنا بنى الله مثله في مسمى البيت مقامنات كلام رب دارات. وأما صفة أنه منعت خيسة دارات في السيئة وغيرها بل النساء والنبرو فمعلوم بكمت الأجلتنا أنه ما لا عين رأت جنة خيسة وإجنا ما في الأرض ولا أذن سمعت وأنظرنا ما في الذي ولا خطر على قلب بشر وأن كان قلبنا ما رهي نبي مسجد ربي جار هذه قاتوها قبت بنى الله له بيتا في الجنة. نبى مسجد دين ربي أزاد حمائس بتاعته بل مسؤول في الجنة. أمة الإسلام الثاني أن فضله على بيوت الجنة جعل سمنا من جنة وجهها كفضل المسجد على بيوت الدنيا. أكبر الدنيا تنرد مسجد ربي رب أمة المسلمة برد جعل سبب من جنة تيز أكسي جعل جاوة أمة الإسلام. مع أن التفاوت حاصل قطعا بالنسبة إلى بيت الدنيا وسيئة الجنة ربنا دنياته بل لنا جنتاتهم الدابات أمة الإسلام. نبي مسجد ربي جار أكا مسجد ربي جنود تنرد تعالي سحرقه جنة خيسة أكا سجال بل لنا ربو دنياته ربو جنة بل لنا جنتاته ربي مثال سيد رجل. إذن موضع شبر فيها حنك تاكو تكو فيسني جنة فيسا حنك استكار كتوتي إسا فيسا كتوتي مال والله خير من الدنيا وما فيها. حنك تاكو تكو جنة ربي فيسا إجادة كتوتي خير من الدنيا وما فيها. قال صلى الله عليه وسلم من بنى بيتا عبد الله من تقجار من ربي خربي كيس قدر من مال حلال مال لك حلال بنى الله له بيتا في الجنة من در وياقوت يا ربي سجار أمة الإسلام. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء وأسدد رسول الله أعلم. عند إقامة المسجد سبب في وجود قصره مثله في الجنة. ربي مفكي منا أكرا سجار جنة خيسة. الإنفاق من مال حلال هري حلال إنما باسية وإخلاص قلبي ساق كل دان. رياء في سمعة الرائف أبيه الجولا فقد لا يريد رياء ولا سمعة ولا ثناء الناس إننا ما حاررنا فارسوخ الهنجل. وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى إن بيوتي في الأرض المساجد من يخيبت دنيا مسجد ربي عالما. إن بيوتي من يخيب في الأرض مجي غيزت المساجد مسجد ربي وإن دياري فيها نم المعزيز مسجد قنا غيزت نفع مزيان
فطوبى لمن تطهر في بيته ويقمتشو لم تجعبدي نما منسات طهرته أدعته منخي نزهنا ثم زارني خنزيار منخي النبسه في بيتي منخي قيزت يا ربي على منخي جانس جيني فحق على المزور أن يكرم الزائر خبجون نما إسا زيار خبفة زياره رب العالم إسا بالدسول إسن كبجون رب العالم جواء أمة الإسلام وقال صلى الله عليه وسلم إن عمار بيوت الله هم أهل الله عز وجل مسجد فينا المجراكز نبني سجنا رابط هم أهل الله أهل ربي نبني مسجد ربي جنا رابط أهل ربي نبني مسجد ربي الصلاة أهل ربي نبني مسجد ربي جار أهل ربي بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ندبنا إلى حج بيته الحرام وشوقنا إليه بالآيات القرآنية وأحاديث الصحيحة ثم جعلها أثاثا من أركان الإسلام فهو على الغني المستطيع فريضة كفريضة الصلاة والصيام فمن أجاب داعي الله إليه فقد فاز بالأجر العظيم ومغفرة الآثام ومن أعرض فقد فاته الخير والوقوف بين يديه الملك العلام في أشرف مقام. قال الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نحمده تعالى وهو القائل وأتم الحج والعمرة لله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو القائل إن الصفا والمروة من شعائر الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو القائل الحجاج والعمار وفد الله يعطيهم ما سألوا ويستجيب لهم ما دعوا ويخلف عليهم ما أنفقوا فهيا إلى الحج يا عباد الله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان ما عظم الحج ربه بالتكبير ولباه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله. لقد فرض الله عليكم الحج والعمرة إذا استطعتم الزاد والراحلة قبل الربي من يدرك أمر ربي يسير الرب حجي في عمرة سنكي وحركة تمتات ودعاكم إلى ضيافته فيسن ما إسات إسيام ربي عالمه في البيت العتيق من خرج ما بد فما خيست من ربي تسنيس خليس من ربي خديجة موس من ربي حيث تنزل رحمته الشاملة جزي رحمة ربي خير جيس بوتسا وتتابع بركاته النازلة بركة والجيس بكتبوت. وقال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من بناء الكعبة نبينا إبراهيم وقال في بيت ربي جاري إذا راوت وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. لأمة فيصل الذي جئن قال أبي قبيس ربهيتي للذي نبينا إبراهيم يا ربي في الذي سوهن بندو سجلتي يا الذي سوهن بندو أنا الذي ساعة للذي جئن نمذا فسلوه ساء واتيتي تأمن تنخرها الجنادين أمتها الدنيا تنخيسا ربي عالما خيسا بولتيتي همك خيسا بولتي خرمنا ربي خبج مادا ديما جريت حجاج بيت الله الحرام وما من نبي إلا وقد حج بيت الله وزار البقيع المقدسة نبي كلهم تان من ربي خبج ما سنزيار ملي بيتي ربي خبجلتو قد فمتو صلقاني اتنان لهم ملي وأذن وأما سواد المناسك فيها كاملة بوتت مناسك هل مناسك وان قال هم بيسمي بوتو جيسم ملي. وكان العرب قبل الإسلام ومن عرب إسلام من برتي يعذبون البيت من ربي سمي خبجا إسلاما ما هلتن ويحجونه حجي غدا ويتقربون إلى الله عنده رب برت مسجد سنبرت رب دهاتا بأعمالهم الباطلة دلقا باطلين رب دهاتا فارشدنا القرآن في مناسك الحج إلى الطريقة المستقيمة رب المتوجه قرآن بريدان
خراجري دارا كمن ربي سنزيار وخنا ربي مقاتل أما سيز وارشدنا مقاتل من طريقة المائلة خراب بدا جلارا خرا جاريدان خرا ربي كذب إذا خرج الحاج من بيته وأدركته الموت قبل الوصول فقد وقع أجره على الله حجاج بيت الله الحرام الدين منسات الله قابه دوتي إسرد قبل الوصول وصون كرمنا خرج مع سريه دين بلد فقد وقع أجره على الله رب الرتي سواب ساركهم مليه التان والحج في ضمان الله والحاج في ضمان الله حيث خرج ربي حيث سجل واسنا ربي فلته من حيث يخرج من بيتي جزء منسات الرابه الراتب إلى أن يرده هم ربي إثيوبيا كندسان الدوبسد واسنا ربي علامات حجاج فلتيجر وأن يتوفاهم قد وتيجت ودعوته مستجابة دعائي والحجاج كبرمت وأعماله مقبولة دلقان سامي كبرمت وحسناته مضاعفة دلقان إنسان دلقان دجال ما دام يريد بذلك وجه الله وأن كان فول ربي اتفادته الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لم يهجيك وإن كان جارتي دامون بدي فكتو بدكون من درباكز أمة الإسلام ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وإن مننا دلقه الله وجاجنا أن دلقوا ربي من ودوه أمة الإسلام يعلمه الله والنفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله خلنا نتباب قبل نتباب هرا حج الدنجلاب أكنما جهادات مالك أداسه يضاعفها الله لصاحبها إلى 700 ضعف هنجد الجانب بتربات إلى أضعاف كثيرة هنجد الجانب بتربات لربي بتشاسيف وما أكرم الله وسبحانه ما تكنت قدس خبج ما أعظمه ما تأكنت قدس فضله وما أكثر عطاء خناتنا وما تأكنت قدس وأنفقوا في سبيل الله خرارك في خيس كرارك في خيس التشبازة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ضعفوا افتنوهم على آخرنا أمة الإسلام وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ربي إن وجعل له جالسا عباد الله واكثروا من التوبه والاستغفار وصلوا وسلموا على من امرتم بالصلاه والسلام عليه وقد امركم بذلك في محكم كتابه قائلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها 10 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر دينك يا رب وكتابك ومساجدك وسنة نبيك واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب ومساجدك واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين ربنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا كلنا ولا تكن علينا اللهم انصرنا ولا تنصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا كلنا ولا تكن علينا يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم دعوناك ربنا كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب